السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يوصل له كل جديد. خلاص عيد الفطر كلها كام يوم، كل سنة وانتم طيبين. عيد فطر سعيد يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض قراقيش. ده بإذن الله 5 كيلو دقيق، حطينا عليهم ذرة ملح وذرة سكر وكيس بيكنج باودر زي ما انا وريتكم. ونقلب العجينة كويس، نقلب يعني الدقيق كويس قوي عشان خاطر يكون فيه السكر والملح والبيكنج باودر ياخد كله مع بعض. وجبنا حوالي يعني اقل من ربع كيلو سمسم وحمصناه على النار. انا بصراحة بحب اللي هو يكون يعني لونه متحمص سنة، مش زي الكحك. الكحك يا جماعة بنحمصه كل حاجة بس ما بيكونش غامق قوي كده، انا بحب ان انا اغمقه سنة. تمام. حطينا بقى ما شاء الله الكمية بتاعت الدقيق، حطينا عليها الملح والسكر ذرة بسيطة يا جماعة، ملح وسكر بس مش اكتر، لان معروف ان اي دقيق لازم نحط له ذره ملح وذره سكر. وحطينا كيس بيكنج باودر، بس كيس البيكنج باودر يا جماعه عشان يخليها هشه ومنفوشه ومش مكتومه زي ما كنا بنعمل كيكه بالظبط. تمام. وبعد كده رحنا حاطين السمسم وقلبناها. ودلوقتي دي حطينا سمنه عاديه، سمنه بلدي، سمنه عاديه مش سمنه بلدي، انا اسفه. بنحط على كل كيلو دقيق كوبايتين سمنه، مخليناها سايحه. يعني ايه؟ ما سخناهاش يا جماعه عشان خاطر ما تبقاش ناعمه، لو سخنتيها بتغلي هتبقى ناعمه جدا جدا جدا. ويعني لما تيجي بقى ترصيها في قلب العلبه بتاعتك هتطرى على بعضها وتبقى مش حلو. حلاوه القراقيش ان هي تكون ناشفه لان هو مش كحك. تمام. زي ما قلت لكم هنحط على كل كيلو دقيق كوبايتين سمنه. تمام. فضلت احط بقى ما شاء الله على كل كيلو دقيق كوبايتين سمنه، وقعدت اقلب اقلب اقلب. بصوا العجينه بدات هي بتطرى شويه. تمام. جبنا حوالي كيلو لبن. تمام. كيلو لبن، انا بعمل على قد الكميه اللي انا عامله 5 كيلو ما شاء الله دقيق يا جماعه. تمام. الكميه اللي انا بقوله ده على قد الكميه اللي انا عاملاها. تمام. فضلت اعمل احط لبن احط لبن احط لبن. وبعد كده على فكره كمان بتحط لها ميه، يعني بتحط شويه ميه عشان خاطر تلمها بقى في بعضها وتبقى كويسه قوي، تبقى يعني العجينه لما ماسكه، مش مفكوكه. تمام. وحطيت 2 ازازه زي ما انتم شايفين، دي الازاز دي اسمها ريحه موز او ريحه كحك. تمام. جبت 2 ريحه موز و2 ريحه كحك. انا عامله 5 كيلو دقيق يا جماعه. برضو هرجع كل شويه اقول لكم المقدار اللي انا بقوله ده على قد المقدار بتاع الدقيق بتاعي اللي هي العجينه. جبت ازازتين من دول، بصراحه انا بحب الازاز ما بحبش العلب، بحس ان دي بتكون ريحتها حلوه قوي. تمام. طبعا دي ست الكل اكيد هي اللي كانت بتعمل وانا اللي بساعدها، انا مش بعمل حاجه، انا ماشيه بتعليماتها وماشيه بتوجيهاتها. طبعا هي اللي بتعمل، ربنا يديها الصحه ويبارك لنا فيها اللهم امين، ودايما مفتوح بحسها، ودايما يا رب الخير كله عندها، ودايما عامر هي ووالدي اللهم امين، ويبارك لي فيهم وفي صحتهم، ويبارك لنا جميعا في امهاتنا وابهاتنا وعائلتنا كلها يا رب اللهم امين. المهم نرجع بقى لموضوعنا عشان مبقاش رغايه. المهم فضينا دلوقتي الازاز بتاعه الريحه زي ما قلت لكم، جايبه 2 كحك و2 موز، 2 ريحه كحك و2 ريحه موز. تمام. وفضلنا بقى حاولي بصي يا جماعه تفتحي وتروحي حاطه الفكه يعني كبه الازازه وتقفلي على طول عشان الريحه ما تروحش منك. تمام. فتحي مكان وتروحي دلقه الازازه وتروحي قافله على طول بسرعه. تمام. المهم ده ايه يا جماعه؟ دي خميره خمرتها ازاي؟ حطيت عليها شويه سكر وبق لبن سخن دافي. تمام. ورحت مفتحه برضو واروح قافله عليها بسرعه عشان ايه؟ الخميره الخمر بتاعها ما يطلعش من العجينه. وبعد كده بقى ادعاكي 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 يا جماعه، ما بتتبسش زي الكحك، انت بتقلبي بس مش اكتر، بتلمي العجينه عشان ما تبقاش ناعمه معاكي. انت لو طريتي هتبقى العجينه معاكي ناعمه جدا جدا. تمام. المهم دلوقتي ده دي ما شاء الله بدأنا نجهز فيها اهو. خلاص بنعملها ازاي هوريكم برضو دلوقتي انا بعملها ازاي وبقطعها ازاي، مع ان قبل كده برضو عملت معاكم القراقيش بس بصراحة ما عملتهاش بنفس الطريقة بتاعت والدتي دي خالص، ديت يعني بطريقة احسن وافضل كتير. تمام. انا عملتها، اللي حابب يشوفها يدخل على القناة بتاعتي برضو يكتب طريقة عمايل الكحك
الكحك قصدي انا اسفه القراقيش والقرص هيلاقيها موجوده باذن الله عندكم في الفيديو. وتبقى برضو سهله ووصفه سهله اللي مثلا مش عايز يتعب نفسه قوي بطلبات كتير. قراقيش اقتصاديه يعني، انما دي بقى قراقيش بقى بتاعه العيد بقى، وكل سنه وانتم طيبين. المهم جبنا دلوقتي حته عجينه زي ما انتم شفتوا وبططتها كويس قوي، وشدت بقى بالسكينه الزوايد عشان خاطر ما تبقاش شكلها محرفش معاكي كده وشكلها مش مظبوط ومش حلو. زي ما انا ماشيه دلوقتي بالظبط كده مساويه، وبقطع بقى كل صباع بصباع عشان خاطر تبقى معاكي مظبوطه وشكلها حلو، وتبططيها عشان ما تبقاش تخينه معاكي لما تخمر. تمام. تحاولي تبططيها على قد ما تقدري برضو، وتعمليها وتسيبيها. يا جماعه دلوقتي انا هقول لكم، انا دلوقتي بس بوريكم بقطعها اهوت وبرصها في قلب الصينيه، وبعد كده هنسيبها تخمر شويه هي والكحك. اي عجينه بنحط فيها خميره يا جماعه لازم تخمر. انا اسفه الفيديو اللي فات بتاع الكحك انا نسيت اقول لكم ان انا سبته يخمر. بيخمر قد ايه؟ بيخمر على حسب بقى وقته. تمام. المهم بقول لكم ان انا دلوقتي هخلص كل الكميه وبعد كده ارجع اوريكم. كانت ما شاء الله طبعا كميه كتيره. فدلوقتي بقول لكم انا دخلت الفرن اهوت وطلعتها من الفرن، ودي دلوقتي تسويتها اهي. تبصوا